في المركز الأول مارك زوكربيرج 37 عام. أنشأ مارك موقع فيسبوك بالاشتراك مع عدد من أصدقائه في سكن الجامعة في جامعة هارفارد، وكانت عضوية الموقع قاصرة في البداية على طلبة هارفارد قبل أن يمتد ليشمل طلاب آخرين. في عام 2005 تلقى مارك دعم هائل لشبكة فيسبوك، وذلك على شكل استثمار بقيمة 12 مليون دولار من أحد الشركات الاستثمارية في العالم. وكان الفيسبوك في ذلك الحين قاصر فقط على طلاب الجامعات، ثم قامت الشبكة بالتوسع لتتضمن مدارس الثانوية عشان تزيد من عدد المستخدمين إلى 5.5 مليون في ديسمبر عام 2005. بتقدر القيمة السوقية اليوم لفيسبوك بمئات المليارات. بلغت ثروة مارك زوكربيرج أكثر من 100 مليار دولار، واحتل المرتبة الثالثة عالميا بين أثرياء العالم بعد جيف مؤسس أمازون وبيل جيتس مؤسس مايكروسوفت. وحتى 2020 بلغ ما يملكه من أسهم الشركة 13%. في المركز الثاني داستن موسكوفيتش 37 عام. داستن ساهم في تأسيس موقع فيسبوك مع مارك زوكربيرج وأربعة أصدقاء آخرين. في عام 2008 غادر داستن الفيسبوك عشان ينشئ شركته الخاصة أسانا. وفي مارس عام 2011 أعلنت مجلة فوربس إن موسكوفيتش هو الملياردير العصامي الأصغر في التاريخ، حيث وصلت حصته من أرباح الفيسبوك ما يقرب من 2.5% من إجمالي أرباح الشركة. تقدر صافي ثروته ب 9.1 مليار دولار. في المركز الثالث إدواردو سيفرن 39 عام. هو رجل أعمال ومبرمج برازيلي ومن أوائل مستثمري فيسبوك، كما يعد أحد المؤسسين الخمسة لشبكة التواصل الاجتماعية فيسبوك مع زوكربيرج. وصلت عدد أسهمه في شركة فيسبوك في عام 2015 إلى ما يقرب من 53 مليون سهم. والجدير بالذكر أنه في محاولة منه للهروب من ضرائب الولايات المتحدة الأمريكية المتراكمة، قدم سيفرن طلب للتنازل عن الجنسية الأمريكية، وتنازل عنها بالفعل في شهر سبتمبر من عام 2011. وعلق على تنازله عن الجنسية بأنه مهتم بالعمل والعيش في سنغافورة، حيث كان يعيش هناك منذ عام 2009، وبكده قدر يتهرب من ضرائب قدرت بحوالي 700 مليون دولار. الأمر طبعا اللي جذب انتباه وسائل الإعلام وكمان أصحاب نظريات المؤامرة، مما جعل سيفرن بيؤكد أن سبب تنازله عن الجنسية لم يكن بسبب الضرائب، وإنما بسبب عشقه لنمط الحياة السنغافوري. تقدر صافي ثروته ب 7.2 مليار دولار. في المركز الرابع جه جان كوم 45 عام. هو طبعا مبرمج امريكي اوكراني المولد ومؤسس اشهر تطبيق للدردشه واتساب. بعد الشهره العالميه لبرنامج واتساب، اعلن موقع التواصل الاجتماعي الشهير طبعا فيسبوك في 19 فبراير عام 2011 على استحواذه على برنامج واتساب في صفقه قدرت بمبلغ 19 مليار دولار امريكي، مقسمه ما بين مبلغ يدفع نقدا وبين اسهم في شركه فيسبوك، ليصبح احد اغنى رجال العالم بصافي ثروه قدرت ب 7.7 مليار دولار. في المركز السادس شون باركر 42 عام. كان أحد مؤسسي فيسبوك، وبعد كده تركها وأسس منظمة خاصة بيه بيعتمد برنامجها على 3 محاور أساسية، هي علوم الحياة والصحة العامة العالمية والمشاركة المدنية. قامت مجلة فوربس بإدراج اسم شون باركر في المرتبة 722 في قائمتها لأغنى مليارديرات العالم بصافي ثروة وصلت ل 2.8 مليار دولار.